بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى كده نملي بيتنا خير كده، بما ان كده شهر الخير داخل علينا، ونعمل مع بعض احلى حتة جبنة كده تاكليها في سحور رمضان، ونطلع احلى قشطة كده نعمل منها زبدة وسمنة رمضان بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين. وهقولك ازاي في الجو الساقع ده كده تخلي اللبن يروب معاكي ويطلع معاكي بالجمال ده كده. في ناس بيقولوا بيقعد معاهم بال4 ايام وال5 ايام في الشتاء ده، لا انا هقولك ازاي يطلع معاكي في اقل من يومين بجد بالجمال اللي انت شايفاه ده. وهتطلعي بقى جبنه كده، مش جبنه، هتحسي ان انت بتاكلي كده كريمه، بتاكلي قشطه من كتر جمالها. بس يا ريت بقى الفيديو ده لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي اشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. تابع معايا الفيديو للاخر، بجد هتستفادي وهتعملي في بيتك احلى حاجه احلى من اللي بتتجاب من بره بكتير. يلا بقى كده على طول نبدا، بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا معايا حله كده عاديه، يعني ايه، ولا برام ولا حاجه، وما سخنتهاش ولا حاجه. هجيب بقى كده اللبن وهبدا كده اصفيه في مصفى تكون ضيقه، يا اما قماشه او شاشه تكوني مخصصاه للمطبخ. انا معايا ازازتين لبن جايباهم كده من الفلاحين. وبعد كده ايه هفضيهم بالشكل ده، وهدفي بس الفرن وهنحطه حاجه. اللي متابعني يعني وشاف كذا فيديو عامله فيه هيعرف انا بحط ايه. بحط كده حته من العيش او من الخبز. وفي ناس دخلت سالتني في الكومنتات لازمتها ايه العيش او الخبز. العيش بيبقى زي داخله كده خميره، فبيخلي معاكوا اللبن يروب باسرع وقت وبيديله كمان طعم. عايزه اقول لكم حد بجد من زمان قايل لي المعلومه دي، يمكن وانا صغيره سمعتها ومش ناسيها. بجد بتدي طعم حلو جدا، وبتخلي كده اللبن يروب معاكي. وكمان لو بتحبي اللبن الرايب هتاكلي بجد احلى لبن رايب. انا بصراحه بقى لقيت اللي صفيت اللبن ما فيهوش حاجه، بس لقيت نفسي مصفيه القشطه، رحت محطاها تاني. بصوا ده العيش، اي لقمه او خبز تحطيها وتغطي اللبن، بدفي الفرن وبحطها فيه. اول يوم بلاقيه لسه، بروح تاني يوم مدفياه كمان شويه وحطها تاني فيه، بيطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه هحطه بقى في التلاجة عشان اعرف اطلع القشطه. والحته اللي هي بتطلع بالخبز دي ما بتترميش، دي بتحطي عليها شويه سكر وبتاكليها بتبقى جميله جدا. هبدأ بقى كده اطلع معاكم القشطة. وطبعا كمية القشطة حسب اللبن، لو اللبن مثلا دسم زيادة او اللبن خفيف. بس اللبن هنا كان يعني ايه وسط، يعني حلو، طلع برضو معانا كمية حلوة من القشطة. بصوا طالعة متماسكة ازاي وجميلة. بجد حاجة البيت انضف واوفر بكتير. اعمليها كده في البيت بإذن الله، وهتبقى جميلة واحلى من بتاعة بره. عايزه اقول لكم ساعات بجيبها من بره والله ما بتتاكل. ناخده منها حته، ابقى جايبه نص، ناخده حته وبقيته يفضل في التلاجة لحد ما يصفر ويخضر، وبعد كده اضطر ارميه. وانما دي بجد والله من جمالها بتتاكل يعني ايه، عايزه تتاكل كده حاف. طلعت بقى كده القشطه دي. انا بقى مش هعمل فيها حاجه النهارده، دي القشطه دي انا هشيلها كده في الفريزر لما اعمل مره كمان. او احوش وش اللبن، انا بحوش برضو وش اللبن وبطلع منه سمنه. يعني انا الفتره دي مثلا الزبده بره بتتباع غاليه قوي، او السمنه الفلاحي، لا انا بعملها في البيت. عملت جبنه، طلع شويه قشطه زي دولت. غليت لبن وطلع وش اللبن. وباجي اجمعه مع بعضه وبعمله بقى احلى سمنه، بتبقى جميله جدا. هنا بقى بصوا اللبن هقطعه كده بالسكينة زي ما انتوا شايفين، وهوريكم بقى الخرة طالعة عاملة ازاي. برضو اللبن لما يبقى حلو بيديكي نتيجة جميلة. يعني بصوا عامل ازاي متماسك كده، وتحسي انه كأنه خلاص بقى جبنة. طبعا احنا بنشتغل من غير حصيرة لان ما عنديش حصيرة. اللي عنده حصيرة بقى طبعا بيبقى عارف بيعمل ايه هو. احنا هنعملها من غير حصيرة، بأي مصفى موجودة عندك في البيت هتقدري تعمليها. بس انا حبيت اوريكم ايه جمال بصوا مفيش ميه بقى ولا حاجه. هقول لك ساعات بيطلع فيه ميه كمان زياده ازاي، حتى لو اللبن حلو. لو انت يعني مش سخنتي الفرن زياده، لا لو حطيتيها وسبتي الفرن يعني شغال وهي جوه، فبتحسي اللبن كده ايه يروح جاي فاصل، ويعمل لك بقى ميه وهو لسه ايه انت ما اشتغلتيش فيه. هنا بقى بصوا فضيته في مصفى عاديه وحطيت عليه معلقه ملح كبيره، لان احنا بنحبوه الجبنه عدبه. يعني انا عندي بنتي لو حدقتها سنه تقولي لا ده حادقه، مع انها مش بتبقى حادقه وهي تقول لي حادقه. فانا بحط لها معلقه واحده كده كبيره. وديت زي ما قلت لكم على ازازتين اللبن. بعد كده ممكن بعد ما بقطعها وبكملها لو لقيتها عدبه برش عليها شويه كمان. هنا بقى اسيبها في القماشه دي حطيت القماشه في المصفى تصفي كده كميه من الميه. والزبده والكريمه دي عايزه تاكلي منها بقى كده، عايزه تشيليها زي ما انا هشيل كده. انا بصراحه شلتها
خلاص بقى نوت كانت صفت كمية كبيرة من الشرش او من المية. والشرش دوت والله ممكن تعجني بيه، بيبقى جميل جدا في المعجنات. هاخد كده حبة كده اشيلهم، والباقي بقى هرميهم عشان المكان برضو في التلاجة. فضيت كده الصينية عشان احط بقى إيه الجبنة في يعني في مصفى كده مربعة او مستطيلة عشان تديني شكل حلو. انما لو ما عندكيش الا مصفى مدورة عادي ممكن تقطعيها بعد كده شبه المثلثات كده هوت، يعني تبقى كأنك بتقطعي مثلا تقطعيها كده مثلثات، بتبقى شكلها حلو. اهم حاجة الطعم مش الشكل. احنا الشكل ده كده بس عشان التصوير، انما لو هي حتى متقطعة اي شكل بس طعمها حلو دي حاجة تانية لوحدها. هنا بديها تقليبة بسيطة كده هوت. ولو عايزة تحطي ملح تاني في الوقت ده تقدري تحطي. انا رشيت لها رشة كمان كده هوت، بس برضو ما كترتش قوي. انا في الوقت ده بقى بصراحة كنا بالليل، فهسيبها لتاني يوم الصبح، يعني مش هعملها. لو انت مثلا لو عاملاها يعني خايفة مثلا بره عندك مثلا يعني خايفة مثلا حاجة تيجي عليها ولا كده هوت نمل ولا حاجة، ممكن تحطيها في التلاجة. انا حطيتها كده هوت على الرخامة زي ما انتوا شايفين كده هوت. هحط تحتها حاجة بس عشان تصفي المية او الشرش ما يبقاش يجي فيها تاني. بصوا هنا خلاص كانت اتصفت معايا خالص، حتى شكلها باين ان هي كشت كده تاني شوية. خلاص بقى هفتح عليها كده، وهحط بقى هقلبها كده على اي صينية، وهشيل القماشة كده منها. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. طبعا من تحت عشان يعني احنا حطينا كده، وانما بصوا الشكل من فوق متساوي كده وشكله جميل جدا، بتاخد شكل المصفى. يعني اي شكل في المصفى عندك هتاخده. هبدا بقى اقطعها كده اهوت بالشكل ده. وعايزه اقول لكم الجبنه هنا متصفيه خالص، لان انا سبتها باتت لتاني يوم الصبح. كمية كبيرة من الجبنة، وبجد طعمها كفاية طعمها كده هوت. وحاجة انت عاملاها بايدك ونضيفة كده هوت، وضامنة كده نظافتها، وضامنة ايه اللي معمول فيها. الجبنة بجد عاملة شبه القشطة كده، كأنك بتاكلي كريمة او قشطة. طبعا في رمضان مفيش بيت يعني بيستغنى عن الجبنة القريش. بجد طعمها حلوة جدا، تحسي ان انت بتاكلي جبنة كريمي كده. جبنة بخيرها، جبنة بالقشطة، بجد طعمها جميل جدا. طبعا كنت عامله معاكم الزبادي، بجد هسيب لكم برضو الفيديو في نهايه الشاشه. كانت جميله جدا، وانا عن نفسي يعني ما بقطعهاش يوم في رمضان خالص. كل سنه وانتم طيبين، وباذن الله كده تعملوا حاجاتكم في البيت. وعلى فكره والله ما بتاخد لا وقت ولا مجهود، هي الوقت اللي بتركني فيها لحد ما اللبن يعني يروب. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش بقى تدعموا القناه باللايك وبالاشتراك. ولو في اي كده هو سؤال او استفسار اكتبولي في الكومنتات. اشوفكم باذن الله فيديو جديد، وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.